الصيف دخل وهجم، واهم من ان انت تختاري هتلبسي ايه وانت نازله، وان انت تختاري مزيل العرق اللي هتستخدميه في الصيف. طبعا كلنا اول ما بيدخل الصيف بنبتدي نفكر ترى هنستخدم انهي ديودرنت. انواع كتير من مزيلات العرق هتلاقوها موجوده في السوق، في منها الحاجات التجاريه مش عايزين نقول اسامي، حاجات تانية ممكن تكون مش تجاريه وطبيه الا انها مقسومه لحاجتين: مضادات التعرق ومزيلات رائحه العرق. طب انا المفروض استخدم ايه؟ تعالي الاول اقولك هي دي ايه ودي ايه. مضادات التعرق هي حاجه بتقفل مسام العرق فما بتخليكيش تعرقي اصلا، لان العرق هو الميديا الخصبه اللي بتخلي البكتيريا تطلع الريحه اللي مش لطيفه. لكن مزيلات رائحه العرق بتشتغل بقى على ايه؟ بتشتغل على البكتيريا مسببه ريحه العرق. يعني هتعرقي، هتعرقي، لكن مش معنى ان انت هتعرقي ان هي هتسيب تغرقي التيشيرت، لا، لان هي بيكون كمان فيها مواد طبيعيه بتقدر تمتص العرق. طب ايه عيوب مضادات التعرق دي؟ مشكلة مضادات التعرق ان هي بتقفل مسام الغدد العرقية، وده مع الوقت بيبتدي يعمل التهابات ويعمل حساسية بالنسبة لناس كتير قوي. وطبعا من اكتر الحاجات اللي بتهمنا جدا، وانا واحدة من الناس دي، انه مزيل العرق يكون رقم 1 ما بيسببش اي حساسية او التهابات، رقم 2 بيقدر يكفر 24 ساعة، لان مفيش حاجة اسمها يا جماعة 48 ساعة اقعد بيه 48 ساعة ليه؟ في حاجة اسمها اخد شاور وبعد كده ارجع احط الديودرنت تاني، لان حضرتك حتى لو المزيل العرق اللي انت بتستخدميه مكتوب عليه 48 ساعة وفضلتي مكملة بيه تاني يوم، فاستحالة يكون في ريحة برضو لطيفة، مهما كان هتعرقي من اماكن تانية وهتعمل نفس الروايح اللي انت بلاش تتخيليها. عشان كده النهاردة أنا بكلمكم عن الديودرنت بتاع ريتاليا. الديودرنت بتاع ريتاليا هو مزيل لرائحة العرق، لأنه بيشتغل على البكتيريا مسببة العرق نتيجة إن هو فيه التي تري أويل أو زيت شجرة الشاي. كمان هو فيه أكسيد الزنك عشان خاطر يقلل من أي التهابات في منطقة تحت الإبط، ويساعد كمان على التفتيح، مدعم باللاكتيك أسيد وفيتامين إي. كمان في الكاولين كلاي علشان خاطر يقلل من كمية العرق اللي هتكون تحت الإبط بأمان تام من غير ما يقفل المسام. كمان الديودرنت بتاع ريتاليا حجمه كبير، حجمه 70 ملي، فهيقعد معاكي وقت طويل، غير ان ريحته بجد ريحته حلوة، اما سعره بقى حكاية. وبس كده.